السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده خامس فيديو من كورس How to be an Odoo Developer بالعربي. الفيديو اللي فات احنا المفروض اتعرفنا ازاي نكري الداتابيز من داخل اودو، وبدأنا تظهر معانا بالشكل ده، وبدأنا يظهر لنا الادونز اللي عندنا. احنا بقى عايزين نعمل ادونز زي الادونز دي، هنعملها ازاي؟ هو ده المفروض موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. هنبدأ هنا، نيجي هنا على اودو ونبدأ نكريت فولدر هنسميه custom addons. وجوه الكاستم ادونز ده ممكن مثلا نعمل احنا بقى الابس اللي هتكون موجوده عندنا، او الموديول اللي هتكون عندنا. مثلا احنا قلنا اللي احنا هنعمل مدرسه، هنعمل بروجكت على المدرسه، فبدانا الموديول بتاعنا هيكون اسمه سكول. جوه السكول ده في حاجات مهمه جدا لازم تكون موجوده. اول حاجه لازم تكون موجوده عندنا حاجه اسمها الانيشال دوت بي واي. الانيشال دوت بي واي ده او الانت دوت بي واي ده المفروض عشان يبدأ يتعرف على فولدرات الفيو والمودلز، واغلب يعني عشان يبدأ يتعرف ان انا اللي هكتب جوه الحاجات دي، انا هكتب حاجات بايثون، حاجات خاصة ببايثون. بعد كده من الحاجات المهمة جدا برضو حاجة اسمها المانيفست. المانيفست ده المفروض الميتا داتا بتاعتي. يعني ايه الميتا داتا؟ يعني المعلومات الخاصة بالسيستم بتاعي. manifest دوت بي واي. من الحاجات المهمة برضو اللي هنكريتها فولدر اسمه مودلز، ده اللي هيكون فيه كل التيبلز بتاعتنا، كل يعني اي تيبل هنكريتها في الداتابيز بتاعتنا هتكون بتتعرف داخل المودلز ده. بعد كده في حاجه اسمها فيوز، ده المفروض اليو اي بتاعنا. اي اكس ام ال فايل هيكون موجود داخلها. طبعا في حاجات تانية مثلا زي السكيورتي، وفي حاجات تانية زي الداتا، وفي حاجات زي الريبورت وفي الكنترولر المفروض هنتعرف عليها بس مش دلوقتي. ماشي تمام. عايزين بقى نشوف بقى يظهر لنا على اليو اي هنبدأ نعمل ايه. هنبدأ داخل الانيشال ده اهم حاجة، بس هنبدأ نقول له from دوت اعمل import للفيوز بتاعتنا، واعمل import للمودلز بتاعتنا. ليه؟ عشان تبدأ يظهر له على مستوى اليو اي، يعني يبدأ يتعرف عليهم على مستوى السيستم. بعد كده هنبدأ في داخل المانيفست اللي هو قلنا ده الميتا داتا بتاعتنا. بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن ديكشنري. في حاجات مهمة جدا لازم تكون داخله، وفي حاجات اوبشنال. من الحاجات المهمة النيم، الاسم بتاعك ايه اللي هيظهر. هو كتكنيكال المفروض الاسم هيظهر كتكنيكال. لما هنظهر دلوقتي في اليو اي، لو دخلنا مثلا على اي بروجكت من بروجكتس وليكن مثلا سي ار ام، عفوا، بدأنا ندخل على هنا الموديل انفو. هيظهر لنا حاجة هنا. ده المفروض الميتا داتا أو المانيفست هو اللي بيعرف لي الحاجات دي. هو الكاتيجوري بتاعه إيه؟ التكنيكال نيم ده المفروض اللي هو ده التكنيكال نيم بتاعنا. اسمه احنا عندنا هنا سكول، هم في السي ار ام كانوا مسمينه سي ار ام. بعد كده اللايسنس ال جي بي ال، وبعد كده الفيرجن بتاعته. بعد كده هنا المفروض ده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نضيفها. بعد كده هنا المفروض الأسر. بعد كده المفروض ده السمري بتاعك، وبعد كده ده الاسم اللي احنا هنحطه هنا. يبقى احنا النيم بتاعنا هيكون اسمه سكول. بعد كده ممكن من الحاجات المهمة برضو اللي تكون عندنا حاجة اسمها فيرجن. احنا ده المفروض أول فيرجن عندنا، فهتكون مثلا واحد. ده أول فيرجن عندنا. بعد كده من الحاجات المهمة برضو اللي لازم تكون عندنا في حاجة اسمها سمري. وليكن مثلا احنا مثلا ايه we built a project to manage your school. to manage your school. من برضو ممكن نضيف حاجة زي الأسر، مين الراجل اللي عمل البروجكت ده. فمثلا هحط اسمي مثلا مصر. بعد كده برضو في حاجات لازم نضيفها بقى. الداتا. ايه الداتا دي؟ الداتا دي المفروض الملفات الموجودة داخل الفيو، وهتكون ده المفروض هيكون list
داخله المفروض الملفات اللي هتحصل اللي هنعملها داخل الفيو، اللي هي الاكس ام ال فايل، او ممكن يكون داخل الداتا دي آه، الملفات او الملفات بتاعه السكيورتي اللي هيبدا يتعامل معاها. اغلب الحاجات يعني اللي خاصه بالفيو والسكيورتي هتكون داخل الداتا. بعد كده من الحاجات اللي ممكن نضيفها برضو حاجه اسمها انستولابل. يعني ايه انستولابل؟ البروجكت بتاعنا ده او الادونز بتاعنا ده يتعملوا انستول ولا لا. انستولابل بترو. هو باي ديفولت عامه موجود هو بترو. في حاجه تانية اسمها ابلكيشن، برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نضيفها. هل هو الادونز بتاعنا ده هيظهر كابلكيشن، هيظهر في قائمه الابلكيشن ولا لا؟ ابلكيشن بترو برضو. بس هي دي اغلب الحاجات اللي هتكون داخل المانيفست. ممكن نسيف، وهنسيف، وهنبدا نشغل البروجكت بتاعنا من اول وجديد. هنعمل ونبدا نعمله ران. وهنيجي هنا على الابس، من ابس عندنا هنبدا نعمل ريفرش. نبدا نعمل ريفرش ونبدا نعمل ابديت للاب ليست. المفروض هنا هتكون ظهرت عندي السكول. لحظة ممكن نسيرش عليها، مش شايفها. ما ظهرتش. هي ما ظهرتش عشان احنا ما ضفناش الادمز دي. لا، احنا قلنا المفروض لازم اي ادمز عندنا لازم نضيف له الباس بتاعه في الكونفيجريشن بتاعنا. احنا هنا هنروح على الكونفيجريشن، هنبدأ نضيف الباس بتاع الادمز ده. نبدأ نفصل، نشغل تاني، هنيجي هنا نعمل ريفرش، ونبدأ نعمل ابديت للابس اللي عندنا. نبدأ نشوف كده السكول موجودة ولا لأ. هي المفروض ظهرت بس أنا مش شايفها. سكول أهو. المفروض كده الأدنز عندنا ظهر، وده زي ما قلنا المحتويات بتاعة المانيفست، الاسم بتاعه، وهنا السامري بتاعك والأوثر، وفي هنا احنا نسينا نحط اللي هو تابع لأنهي كاتيجوري، والتكنيكال نيم بتاعك ايه اللي هو المفروض هنا اتكريت عندنا اللي هو كان آه، راحت فين؟ اللي هي هنا سكول. بعد كده هنا المفروض اللايسنس هي باي ديفولت بتكون ال جي بي ال فيرجن 3، والفيرجن اللي احنا شغالين عليها باودو هي 17. في بعض التكنيكال داتا بقى، يعني هل هو المفروض ابلكيشن، هل هو المفروض ليه ديمو داتا ولا لا. دي المفروض هنعملها يعني، بس مش دلوقتي. بس احنا كده كنا عايزين نتعرف. بس الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعرف على المودلز، انواع المودلز المختلفة. السلام عليكم.